هنوريكم يا حبايبي الكوسه نشرشرها ازاي بالمقوار بتاع البتنجان والكوسه كده زي الفل. وبعدين تقوير بنحطه في ناحيه تانية. احنا هنعمل الصينيه اهي، هحطه ده تحت الايه الكوسه وورق العنب، ومش كفه هزود ايه بصلايه جزرايه طماطمايه في قعر الصينيه. ماشي. الكوسه مش بتحتاج حاجه على فكره تحت منها، لكن الورق العنب وكده هو اللي بيحتاج، عشان ايه لا قدر الله يشيط ولا حاجه. نعمل كمان واحده اهو، صينيه ما فيهاش رمله. ماشي. طبعا ده اللي هيطلع ده اهو مش هنسيبه كده، يا نعمله كده يا نعمله زي ما هوريهولكم، علشان ما يبقاش مكلكع تحت المحشي وياخد ايه مكان. الكوسه عشان تقوريها بصوا هنعمل كده دوريات صغيره زي ما نعملها الخرط، بس تكون رقيقه شويه عشان نحطها تحت ورق العنب. في بعض الاخوات المحترمات بيقولوا ان الكوسه ما بعرفش اقورها لما احطها في التلاجة ليله. بالعكس، انا لو حطيتها في التلاجة وطلعتها وهي هتفرقع معاكي وانت بتقوريها، هتطق منك، فاهماني؟ فالكوسه لازم تطلع تبرد شويه من التلاجة عشان تتقور. الحمد لله ما شاء الله زي الفل، مفيهاش اي غلطه. معايا قرن فلفل شطه او قرن فلفل وخلاص بايظ من تحت، بشيل الحته اللي تحت وبالمقوار بشيل العرق الحار ده، او بسكينه رفيعه شويه زي دي كده كده واكحته. واعمل ايه عشان اشيل البذر؟ معلقه صغيره بتاعت الشاي تكون طويله شويه او بالسكينه وانزل البذره واحشي عادي خالص، مش ارميه لو هو مش بايظ كله. شوف بذره عشان اشيل الحته اللي انقطعت دي. شوفوا يا حبايبي البذر كله راح اهو. شوف يا جماعه اهو فضلت اهو بقت نظيفه مفيهاش اي حاجه وبنحشيها. انا عايزاها ريحه حراره فسايبه شويه العرق اللي فيها دي، لو مش عايزه بتشيليها بطرف السكينه كده. وادي كله طلع اهو باينه على البذر والعروق، ما يبقاش فيه حراره الا خفيفه خالص مستصاغه. شوفوا اهو كله طلع اهو. دي افكار بسيطه لحبايبي الحلوين اللي لسه بيتعلموا زي بنتي كده. قشرنا الكوسه وظبطناها وجهزناها عشان نحشيها، وهنا قلب الكوسه اللي احنا طلعناه حطيناه علشان نحطه في الصينيه في قعر الصينيه عشان مش تلزق الاكل. يا جماعه كده حشينا الصينيه اهو، صينيه الكوسه، وحطينا رصه ورق عنب بس تمام. هنبص هنغطي ورق العنب كده علشان ما ينشفش من الفرن. ماشي كده باللي هو الورق المتقطع ومش له لازمه ده. ماشي كده هنغطيه. لو مش كان كده يبقى ورق زبده نبله ونحطه على الصينيه كلها. مش ممكن نغطيها بفويل يعني؟ ما هنغطيها بفويل بعدين. كده بنغطي ورق العنب عشان ما ينشفش من الفرن كده. كده يا حبايبي. وبعدين لما نيجي نسقيها ان شاء الله لو في زياده ممكن نغطي ورق الكوسه عادي، مفيش مش زياده مفيش مشكله، الورق الفويل كفايه. ماشي. لما نيجي نسقيها ونسويها هوريكم، لما نطلعها نوريها لكم برضه ان شاء الله. معلقه توم النهارده هنعمل معاكم تسويه ورق العنب اللي هنجربها في الفرن. دي معلقه توم. طبعا التوم للي يستصاغوا، وبعدين احنا مش نزلنا مولودين وعارفين ان التوم بتحط على المحشي، لا هي مع التجربه. سمعنا ناس بتحطه فحطيناه فاستصاغناه، في ناس مش هتستصاغوا بلاش منه، هو مش فرض ولا اجباري. اهالينا زمان عمرهم ما حطوا على المحشي توم، بس احنا مع التجارب ومع السمعان ومع كده
الحياه تجارب كلها، مع التجارب بس بصراحه لما بنحطه على ورق العنب وهو يبقى بيطيب تحفة، بيبقى والكوسة. خطير، بيبقى خطير خطير. وبرده الكرنب احنا ورق العنب اللي بنسويه على النار عادي مش في الفرن يعني، جربناه بيطلع رهيب. احط معلقه. انا في عاده لو الورق العنب لوحده بدوبها في الشوربه، لكن علشان انا حاطه كوسه، انا بحب الكوسه بلونها كده، مش بحبها تتغير، فانا احط. على فكره هو هيدنه مش هيروح في الصينيه، مش تفتكروا يعني الشوربه هتغلي، كل حاجه هتدنها محترمه كده لوحدي، مش هتتغير، لكن الكوسه انا بحبها لونها كده. ماشي يا حبايبي، يلا نشغل الفرن علشان خاطر على ما تغلي نديها غلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الكوسة بتخور مية، مش معنى ذلك ان احنا هننقص المية، لا، هنحط جهد المحشي العادي ويمكن الزيادة شوية، لانه في الفرن بياخد اكتر، فاهميني؟ وقت اكتر؟ لا، بياخد وقت اكتر وبياخد شوربة اكتر، حاجات بسيطة مش هنعومها. نولع عليها على البوتاجاز، هتاخد غلوة، وهنرش معلقة زيت. عندك سمنة عايزة تحطي حطي، عايزة زيت حطي، اي نوع دهون، بس عشان تديها اللمعة. افرض انت شوربتك سمينة ما تحطيش، احنا عشان كده تديها اللمعة، وعشان يبقى الشوربة، عشان شوربتي مش دسمة يبقى ايه لها طعم حلو. شوربتك مظبوطة ما تحطيش، احنا مش هنغطي الا لما ايه تغلي غلوة، عشان نشوفها وهي بتغلي. من ورق ولا حطيناها على النار وهي يغلي غلوة، هنغطيه. ده ورق كراسة رسم بليته علشان مش يلزج، حطيته على الوش، انا بحطه كحماية علشان ما تحرقش وش المحشي. هنغطيه بالورق الفويل هو بيغلي، وانتبهي عشان ما يولعش منك. طبعا بتدوجيه وهو بيغلي على النار، شوف الملح بتاعه مظبوط ولا لا قبل ما تغطيه. كده جلب كويس، هنبدأ ندخله بعد ما يغلي 5 دقايق على النار. تمام، يغلي 5 دقايق بعد كده تدخليه الفرن. اهي دخلناها كده في الفرن بعد ما غليت 5 دقايق على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، انا كشفت عليه مره بعد نص ساعه عشان اطمن عليه، والحمد لله بخير اهو زي الفل، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا وصحة للي هياكل. ورق العنب هو ممتاز 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 بصراحة، ولا واحدة فرطة ولا في مشكلة ولا مرصوص زي ما هو، بس يعني يتغطى كويس زي ما حطيت كده علشان يحميه ما ينحرقش الوش من الفرن. بصراحة ممتاز ممتاز ممتاز. وانصحكم في عمايل البتنجان يفضل يكون على وشه حاجة يعني زي محشي ورق كرومب، ورق خس، بيحميه اكتر. بس بصراحة مزبد وزي الفل اهو. البتنجان كان حبة رز فاضو وزي الفل ما شاء الله، الله اكبر. شوفوا الرز مستوي جميل اهو، ولسه كمان في صوص مع انه مش معجن ولا اي حاجه. وده ورق العنب ما شاء الله مرصوص ولا واحده فرطت عن الحله كمان. مش كنت متوقعه، دي اول مره اعملها، وان شاء الله التجربه تتكرر. هو بالظبط خد ساعه بالظبط في الفرن الكهرباء. اوريكم واحده من الكوسه كمان زي الفل ما شاء الله ما شاء الله، بالهنا والشفا ويشهي زي الفل ما شاء الله. شوفوا الكوسه ورزها ما شاء الله، بالهنا والشفا للي هياكل زي الفل. تجربة تتكرر ان شاء الله. هو بس بياخد نار اكتر شوية، بس اكتر من البوتاجاز، بس بياخد صراحة ربع ساعة اكتر من البوتاجاز، او على حسب فرنك. انا ده عاملاه على اعلى حاجة في الفرن، انا عندي فرن 250 فرن الكهرباء. بس بصراحة تحفة تحفة تحفة. في ايه كمان؟ انه ما عجنش، ما فيش حبة رز طالعة بره. ممتاز 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 بصراحة، بألف هنا وصحة. وتجربة تكرروها ان شاء الله، نكررها ان شاء الله، وانتوا تجربوها. جربوها يا جماعة وقولوا لنا ايه رأيكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك وسبسكرايب. يلا ماشي. ألف هنا وسهلا، اتفضلوا معانا.